في البداية زي ما عودناكم بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وإحنا على ضفاف النيل. لو عايز ربنا يرضى عليك خلي أبوك وأمك يرضوا عليك. الجنة يا أخي تحت أقدام الأمهات، صدق اللي قال. لكن لما تعصي أبوك وأمك كأن عصيت رب العباد. فدي رسالة لكل الشباب. أنا أبويا وأمي ربوني على الحاجة الحلوة، بس قدوا رسالتهم وفرجوني. لكن بوصل رسالة للشباب الصغير اللي زي دول لسه أبوهم وأمهم عايشين على قيد الحياة. عود نفسك في الدنيا يا ابن آدم ترضى أبوك وأمك، هم الحاجة الوحيدة اللي باقيين لك في الدنيا. ودي رسالة توصل لكل الشباب وكل الناس. اوعى تقول اف ولا تقول اي حاجة في وشهم، ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما. رسالة بوجهها لكل الجيل الصغير اللي زي محمد عشان خاطر يوصل لكل الناس. لكل واحدة بتطلع على السوشيال ميديا اللي بتلبس لبس، مش عايز اقول لبس ايه عشان تدخل فلوس مكانها، لكن عايز اوصلها رسالة. الفلوس مش دايما. اتكلم يا شيخ على حاجة على الرسول، اتكلم على محتوى جميل، اتكلم على اي مواقف بتحصل. بس بلاش اللبس اللي انتوا بتلبسوه ده. والله حتة متر في متر هتخشيها في نفسك مع نفسك، وهتظهر قدامك شاشة عرض كل حاجة عملتها في الدنيا وبتسمعها الناس هتشيل عليها ذنوب وهتتعذب عليها في القبر. يا جماعة والله دي رسالة، وبوجه رسالة للجماعة المنقبين اللي هم ما وصلوا صورتهم ويأذوا الناس التانية، تحط النقاب على وشها وتسيب بقية جسمها عشان خاطر توصل الشباب لحاجة تانية. أنا بقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، وحسبي الله ونعم الوكيل كنت متجوزة شخص أراد عنك. دي رسالة بوجهها. شكرا ليكم، انتظرونا واللي جاي أفضل.